بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين قناة حرير تيوب في كل مكان في داخل الوطن وخارجه. برنامج من حرير مع التحية، الحلقة 18. نحن الآن في منطقة الوادي في جبل حرير، المنطقة المشهورة منطقة مريد أو سطوة. اليوم من أراضي الزراعة مع المواطنين، نتمنى أن تنال إعجابكم. سنبدأ مع الفقرة الأولى، فقرة سؤال الجمهور، الفقرة التي ترعاها مؤسسة الفقهاء منذ بداية الحلقة، وأيضا محلات بناجي الحريري. الآن سننطلق معكم في هذه الأجواء المشمسة اليوم. طبعا أجواء مشمسة هي هذا اليوم، الناس في الأرض. سنتجه الآن إلى هذا المكان، هذا سنصور لكم فقرة سؤال الجمهور. تابعون. نرجع لكم في فقرة سؤال الجمهور. نحن الآن في هذا الوادي، نتعرف على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتعرف على الاسم الكريم. محمد سيف علي المرهدي. السلام عليكم. وكل ما هذا العمل الذي تقوم به اليوم؟ ما اسم هذا العمل؟ هذا نسميه حجين. يعني حجين الزرع إن شاء الله. طيب، ما فايدته يعني هذا الآن بهذا الوقت؟ يعني إزالة الحشائش بين الزرع. أيوة. واستقبال الأمطار القادمة أيام الخريف يكون الزرع يعني تمام. يعني ما الفرق إذا كان في مكان وادي بدون حجين ووادي مع الحجين؟ ما الضرر بيكون؟ الضرر أنه في هذه الحشائش تأخذ المي من داخل الزرع. أما إذا كان محجون يعني استقبال الماء داخل الزرع ثم ينمو الزرع. طبعا نحن الآن في برنامج من حرير مع التحية، الحلقة 18. الآن معنا سؤال الجمهور في هذه الفقرة. سنعرض عليك سؤال في هذه الفقرة. يقول السؤال: كم يبلغ ارتفاع جبل حرير؟ يعني ارتفاع جبل حرير كم؟ طيب معك خيارات، أجيب لك خيارات. الخيارات تقول 5800 متر، أو 6800 متر، أو 7800 متر. يعني خطين وساطات. كم؟ 6800. 6800 متر. آخر إجابة؟ إن شاء الله 6800 متر. الإجابة خاطئة. نستمر مع المشتركين في مكان آخر. نشكر مشاركتك معنا والله يعينكم على العمل. أول 5 بكال حتى 10 لا يبدأ من هنا رجعنا لكم في فقرة سؤال الجمهور في هذا الوادي. طبعا معنا هنا الشباب هم اللي وصلوه، الآن راجعين العمل، ناخذ معهم غليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تعرف على الأخ. محمد مثنى حيدر. أخ محمد، كيف حالك؟ كيف هنا الزراعة؟ والله ما شاء الله مع الأمطار يعني بدأ الرزوة تطلع كذا، يعني اللي حطوا مشان الرزوة تجي. طبعا هذا العمل اللي تقوم فيه اليوم ايش اسمه يعني بهذا المكان؟ هذا يقولوا له حط الرزوة مشان تطلع من السعد. حط. طيب، هذا الحطة يعني ما فايدته؟ يعني في تشوف مكان محطة، مكان بدون حطة، يعني على ما توقف اللي هو عشان المطر، يعني لما يجي المطر يعني وهو ضروري تنبت هذه النبتة السعدة وادخل الرزوة تطلع. هاي تأخذ الماء وبعدين يحطوا. طيب الآن الشباب كملوا المكان فوق، والآن هم في هذا المكان. نحن الآن في فقرة سؤال جمهور في برنامج من حرير مع التحية. نطرح عليك سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على جائزة. السؤال يقول: كم يبلغ ارتفاع جبل حرير على مستوى سطح البحر؟ خيارات، معنا خيارات. هل يبلغ ارتفاع جبل حرير 5800 متر، أم 6800 متر،
أم 7800 متر على سطح البحر؟ 7000. اختار جواب. 7000. كم؟ 7000. 7800 متر. على سطح الأرض. على سطح البحر. إجابة 7800 متر. طبعا جبل الحرير واحد من الجبال المرتفعة في الضالع إلى جانب جبل إيه الأكبر؟ جبل جحا. جبل لا هو هذا يمكن درجة ثانية. جبل جحا. جبل جحا صحيح. جبل جحا هو الأكبر. هذا الجبل الثاني 1600 و 6000 أصلي. طيب الإجابة 7800 متر للأخ محمد مثنى، والإجابة صحيحة. وتفضل أولا الأخ محمد. الأخ محمد مثنى أجاب إجابة صحيحة، ويحصل معنا على جائزة مقدمة من مؤسسة من محلات بناجي الحريري، الراعي الرسمي لهذه الفقرة محلات بناجي الحريري. نشكر تواجدكم معنا والف مبروك على الإجابة الصحيحة، ونشكر تواجدكم في القناة، والله يعينكم على العمل. مرحبا بكم. الآن نختتم هذه الفقرة، فقرة سؤال الجمهور. نحتسي القهوة، قهوة الوادي التي لها طعم خاص. طبعا بعد ما سألنا الشباب هناك قمنا صبحنا معهم. طبعا كان رائع. الأكل في الوادي له طعم خاص. الآن في هذه الأجواء المشمسة، تقريبا الساعة 11 إلا ربع أو كذا، بعد ختام هذه الفقرة فقرة سؤال الجمهور من هذا المكان الرائع. طبعا هذه الفقرة هي ختامية للبرنامج في الحلقة 18. هي آخر أيام الفقرات، لأن الحلقة القادمة لا يوجد فيها الفقرة سؤال الجمهور. قدمنا 18 مرة سؤال الجمهور. سؤال الجمهور كانت من أروع الفقرات عشناها مع الناس، قدمنا لهم معلومات، تعرفنا عليهم خلال أيام شهر رمضان. طبعا فقرة سؤال الجمهور ترعاها مؤسسة الفقهاء الاجتماعية للأخ ناصر أحمد أبو بكر الفقيهي، وأيضا محلات بناجي الحريري التي توجد فيها كل مقتنيات الأسرة. هي موجودة طبعا في محافظة الضالع في الشارع الرئيسي في المدينة. طبعا يوجد فيها كل ما تحتاجه الأسرة من معدات، من أدوات منزلية، معدات كهربائية، طاقات شمسية. كل ما تحتاجه الأسرة يوجد في هذه المنطقة، في هذا المحل، محلات بناجي الحريري. نشكر كل من دعم لهذه الفقرة، كانوا هم الرعاة الرسميين لها. بقية البرنامج الآن سنختتم معكم فقرة سؤال الجمهور الأخيرة في البرنامج، والذي اختتمها الأخ محمد مثنى. ننتقل الآن إلى المقابلة. طبعا هي آخر تقريبا المقابلة الأخيرة أيضا في البرنامج مع زميلي المتألق الدكتور إبراهيم عبد الكريم. كانت الأخيرة كانت مسك ختام، كانت هي أجمل المقابلات تقريبا. تابعوها، هي شيقة جدا، هي أجمل مقابلة في البرنامج. هي مفاجأة، من سيكون الضيف هي مفاجأة جدا للجميع. تابعوا الآن المقابلة مع الضيف الرائع جدا ومع إبراهيم الحريري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا مقابلة مع امرأة ذات القلب الطيب، نتعرف عليها نقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف أنت يا جدة؟ نحمد ونشكره، نحمد الله ونشكره العافية والصحة. في صحنا طول وقتنا وعدم الحوتية. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. وجدة عرفي الجماهير ما اسمك؟ مالي بن مريم بنت محمد قاسم محمد من الأشياء. الله يحفظك يا جدة. احنا الآن من برنامج من حرير مع التحية بيروك الجماهير الآن وبان نتكلم. قولي لنا كيف رمضان؟ رمضان عشي كلام، بنعمل عشي كلام. أنا كل شيء نحمد ونشكره على العافية والصحة وتمكث على نجدكم لليوم. هرجت يقول زمان طيب نحمد ونشكره على العافية والصحة. جزع الأيام بسرعة. جزع الأيام فرق الريح معدي وبخير. نحمد ونشكره. ويا جدة شيء كان لا تقرأي قرآن ولا برمضان؟ لا ما لا قرأ ما الأيام ما حدا علمني ولا حدا يعلمني. كيف رمضان؟ كيف هو حسين وإيش اللي جزع الأيام وهذا كلام جزع رمضان علينا معاشي كلام عافية الحمد لله وشكرا. نحمد ونشكره على العافية والصحة. الحمد لله. أنا جدك ست. أنا جدك ست لا أنت. تمام. قالوا الهوية قد دخلوا الضالع كيف الشمس. الله يعجبها من الضفن من على الأبصار. أنت على ونيد لا عيدهم أهلكنا أهلكنوا تعالنا الطبات برحان برح الحكم من الطبع والنبي المصطفى. آمين يا رب. عسى ربي يلفهم لفة نظيفة. أن يسأل ونيدها الله يعجبهم يبرحهم برح الحكم من الطبع والنبي المصطفى. دعوات عجوز. الله الله يعزهم الله يلفهم من بلادنا. أنا أسأل ونيدها ويعجبهم من البلاد. أنا أسأل ونيدها قتلوا كم من مسكين. قتلوا خلق الله وهم سالحين تروحين على شغلهم ولا يفعلون على الناس. كل يفعلون عليهم شيء. إيه هذا أذيان حرام بحرام الله يكونون يعجبون على الناس. أنتم ندع من قلوبنا يا جدة. ربي بالرحام ولا خلي واحد منهم. عسى يبقي على ميت وضع رب العالمين يقشرهم مثل ما يقشر الجرح. فنسأل ونيدها يعجبهم من الدنيا. فمك يا جدة لا رب السماء. عسى ربي برح الحسب الصفا والنبي المصطفى. آمين يا رب. يا جدة أشكي أيام زمان. كيف كان أيام زمان؟ قولي لنا كيف كنا. ما إحنا الحين ما حد داري كيف. كنا نطحن. طحان ونصلح لنا عفيد وفترة حق دقوق مش حتى بالحجابة إلا دقوق خاص مش حتى كنا اسمه نافع. بدل فن نحمد ونشكره على العافية والصحة. كان شميات وكان أيام ورز وهذا. ماشي كان لا رز ولا شموت ولا حتى حاجة. ماشي. ما كنكم تأكلوا؟ ما لا بدر كنا ناكل لكن ما كنا ندلنا من لكن ضمن بدر ودغدغناه طحنا وصلحنا. وقدوا وكنكم نسحروا مع أيام زمان. ما الحين قال لك يسحروا شموت وخصار قال لك من ريل سبعيات قال لك من زمان ما كنكم تأكلوا. كنا ناكل لنا كيف ما كانت تاكل ماشي أنا وبني بس ماشي كان آكل سوا. ما كنتم تأكلوا؟ لا كنا ناكل لنا على الطعبة ماشي آكل سوا حسين على هاتيانا بعقل ولد ما كنا نقعد كل اللبن فقلنا لنا صغير رقمة وكنا يضلنا عليه صيام تجا بدل فلوس ما. وعمل شيء كنتم تشتغلوا زمان؟ يا حتى بحشيش ومعاش كلام. الحين كيف النسوان هذا؟ قال لك قال الوادي قال معش يسير يسير قابل هبوط. ايش كان هبوط ايام زمان؟ ما تجا معكرين بالمحشة وكل شيء لا دخل حارة ولا دخل عقب تجرجة ولا كل مكان نحطب. وروحكم حطب؟ وروحنا حطب ومعاش كلام وشليين ومعنا بقر ومعنا كل شيء. وذا الحين لا بقر ولا أنا. أسمع ثنتين بقر قامت تدع عليها. قال مشينا عبد البقر خبريا بس بلاقي وقال يا أنا لا والله ما أخذت أكله إلا كادت بس بهذا الموقع. يا ما جعلك وين؟ أنا عبد بلا منه زين. يا جدة يا الحسين أيام زمان ولا أيام الآن؟ لا ده افتهلنا بصرنا الدنيا كانكم شغل؟ كنا شغل تجا حتى لما سمع المراتب لا للناس
ومع البقر وأنا وكل شيء ما ينمر هذا ماشي بس اختمار. كانكم تسيروا الوادي الساعة كم؟ بس صبح فرح. وين ترجعي؟ يعرف الباكر لما في بريش ونقاشي بريش ولا نبرش قال كنكم تسير لأماكن بعيدة لا لا عقبت جبته ولا داخل حارة ولا كل مكان ماشي كنا نعطب الجنة كان مكابرة على الحطب وروح من حطب وغرفة كسر لما تروح كسر وغير ما الماء يعني الشجوف هذا حطب حسين حطب حسين مرجع تصلح مرجع كسر مرجع مربح ولا ماشي روحها؟ لما يروحها قالوا الطقا خليه على أبوه ما خد ما حد عبده كركة بس ما ولما شحاطن حق أيام زمان الموعنة يمكن كنت معنا يا ولد هاتي سمع سمع قال معك أمرك بولا يا خالتي قلبي سليم حنيني ما قالك يقول لا مش ما قالك لا قال معك أمرك بولا يا خالتي لحن قلبي وصحصايا وعلى يدين شرح لحن قلبي وصحصايا قد ما يتشكى حنين الأمر وقد بكاكينا والله الله خمسكنا انفسنا لا يا ما قالك لهم بالعربي ما هو مش ما يعني قال مكيمه ما في أمر شابه ولا قلب سالي يا ويل من ما تعجل يا وهو مظلوم لا قال معك أمر شاية بولا يا قلب سولي لحن قلبي ولا شوام يدر قمت له أقول قنسيكو بالمغنى حق الله لله قال لك ما عاد قنسيكو هذا المهاجر لكن كنت يجربون واحد يمنع النبرش لا تبرشين النبرش يعني كان ايام البريش موعنا عشي كلام كان عشي معي وبني قنسيكو ولا كان حق الله محصن صوتي وقته محصن صوتي حنيني صوتي وقته يا لا ما عاد معي لا كذا قال لك ما قاعد بقعة وتوكل وين بقعة الجدة مريم نختتم هذه الفقرة وهذه المقابلة نقول جدتي وقديش عايز تقول للناس ولا للشباب حاجة شيء تنصحي نصيحة يديه بالعافية والصحة ويكبرهم إن شاء الله يديه بالعافية والصحة ويكبرهم ربي بمالهم رجالهم ما نسأله وين يتعب بصحة سامة ما نسأله وين يتعب وسامة على السعودية وعلى أمريكا وعلى كل واحدة نسأله وين يتعب لكل مكان نسأله وين يتعب ورب العالمين قبل الدعاء على نية وضع رب العالمين قبل آمين يا رب. يقدم معنا لك هدية مقدمة من بناجي الحريري. معك هذه الهدية تفضلي. عليها وربي وجبره وصحيه وأن يسأله وأن يدعو تعالى مجبور بالدنيا والآخرة. هذا بناجي الحريري داعم رسمي لهذا القناة. قال هذا وصول جدتي. جعلني بدأكم وحق الحبيب جعلني عليكم الفداء سامح عليكم ربي طول زمانكم والله يجبركم يصحكم أن يسأله وأن يدعو عسى ربي يديكم العافية والصحة. آمين. كنا مع الجدة مريم. الآن اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات من برنامج من حرير. مع التحية أخوكم إبراهيم الحريري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.